ده بقى يا بنات طاجن الملوك، طاجن السعادة اللي قالب السوشيال ميديا، اللي مكسر الدنيا، طاجن كده بطاطس باللحمة دايبة دوب كده، دايبة دوب، لو جربتيه هتنبهري بيه بجماله وبجمال طعمه وريحته الرهيبة، مهما اقولك ما اقدرش اوصف الطعم اللي فيه، حاجة من الاخر، حاجة خيال، طعم ليس له مثيل. تعالوا بقى ما اقولكم احنا عملنا الطاجن الجميل ده ازاي. بس من فضلكم اللي مشتركش في القناة يشترك علشان يوصلكوا كل جديد من فيديوهاتنا وعلشان نقدر نستمر معاكم. عايزين بقى تشجيع كبير كده منكم لينا علشان نقدر نستمر بجد. تعالوا بقى نبدأ بالطريقة على طول. اول حاجة معانا كيلو من اللحمة مقطعينها كده الى قطع صغيرة، طبعا اي تقطيعة انت تحبيها وتفضليها. وكمان معانا نص كيلو كده من الحلويات، يعني جميع الحلويات كده، البوش والحلويات الجميلة دي اللي بتدي طعم للطاجن جميل. طبعا يا بنات ما ينفعش تعملي طاجن الا لما يكون فيها ايه شوية من الحلويات دي، عشان دي اللي بتغير طعم الطاجن وبتخلي طعمه جميل جدا. طبعا نجيب حلة على النار وهنحط كده فيها معلقة من السمنة او الزبدة او الزيت، اي حاجة متوفرة عندكم. وهننزل كده بشوية من التوابل، معانا قرفة ومعانا حبهان وورق لوري وليمون ناشف، وهنشوحهم كده تشويحة بسيطة بس يكون على نار هادية علشان التوابل كده متحرقش معانا. وطبعا بقى هنقعد نقلب فيهم كده لغاية لما نشم كده الريحة الجميلة بتاعة التوابل. وهننزل كده بكيلو من اللحمة. بس اهم تركية كده في الموضوع ده انك لما تيجي تنزلي كده اللحمة يكون النار عندك عالية، علشان اللحمة متنزلش اي سوائل منها كده وتغير من طعمها. زي ما انتوا شايفين كده وملاحظين النار عندي عالية كده، واللحمة وانا بقلبها كده وانا بشوحها ما تنزلش اي عصارة معايا، لو ملاحظين كده منزلتش اي سوائل مية. وهنشوحها كده تشويحة جميلة كده مظبوطة، وهنزل عليها بقى بالطماطم، معايا حبايتين من الطماطم وجزرة وبصلاية كده متقطعة مكعبات. وهنشوحها كده لغاية لما نشم كده ريحة اللحمة والتوابل والخضار اللي احنا حاطينه ده كده، بجد حاجة جميلة جدا يا بنات. وهنرش كده عليهم رشة من الفلفل وشوية من التوابل بتاعة اللحمة، وهنشوحهم كده نقعد نقلب فيهم كده لغاية كده لما اللحم كده والخضار والكل كده يتشوح تشويحة حلوة كده مع بعض. وزي ما انتوا كده ملاحظين يا بنات كده وانا بشوح مفيش اي سوائل كده نزلت من اللحم خالص، طبعا ده بقى بيفرق اوي في طعم اللحم. وبعد كده هنزل عليها بمية مغلية، وخلي بالك من الحتة دي كويس، تحطي مية مغلية، لو حطيتي مية ساقعة اللحمة مش هتستوي معاكي بكل سهولة، هتقعد معاكي فترة لما تستوي. وبعد كده هنغطي على الحلة وهنسيبها كده على نار هادية لغاية لما كده اللحمة نحس ان هي دايبة كده دوب تكون مستوية كده. هنضيف بقى عليها الملح، اهم حاجة تضيف الملح كده في الاخر، اوعي تضيفي كده في الاول عشان دي طبعا بيساعد على ايه ان اللحمة متستويش معاكي بكل سهولة، اهم حاجة تنزلي كده بالملح في الاخر. وبعد كده بعد ما اللحمة استوت بالشكل ده كده بسم الله ما شاء الله زي ما قلتلكوا، حاجة كده مستوية جميلة جدا جدا، حاجة كده دايبة بجد. زي ما انتوا شفتوا كده احنا شلناها وهنحطها على جنب. تعالوا بقى نعمل اهم خطوة بقى في تحضير الطاجن بتاعنا. اول حاجة كده هنجيب طاسة او حلة او صينية، اي حاجة متوفرة عندك اعملي فيها. هنزل فيها كده بمكعبين من الزبدة وبصلتين كبار كده متقطعين الى شرائح، وهنقعد نقلب فيهم كده لغاية لما يتبالوا معانا ويبقوا بالشكل ده كده. وهننزل بالتلات كده قرون فلفل حراق ونص كده معلقة من التوم، وهنشوحهم كده كويس مع بعض لغاية كده لما نشم كده ريحة التوم كده تطلع معانا. وبعد كده هانزل بعصير الطماطم، طبعا دي طماطم فرمينها في الخلاط ومصفيينها كويس. وهنزل بقى بالتوابل بتاعتنا، مكعبين من المرقة والملح والتوابل والفلفل، وهنقلبهم كده كويس. وبعد كده هننزل بالبطاطس، طبعا البطاطس دي غسلينها كويس ومنضفينها ومقطعينها كده على شرائح زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هننزل عليهم بالشوربة بتاعة سليق اللحمة، وهنسيبهم كده لغاية لما يغلوا معانا زي ما انتوا شايفين كده، هنبقى تقليبة كده بسيطة. ولما يغلوا كده هنحضر الطاجن بتاعنا، هنزل بقى بالبطاطس اللي احنا عاملينها كده واحدة واحدة كده. وبعد كده هنجيب اللحمة اللي احنا شلناها كده من الحلة وهنحطها كده على وش الطاجن بالشكل ده كده. اهم حاجة كده نوزعها على وش الطاجن، وبالمعلقة كده هنزل بقى كده بشوية كده عشان ايه تاخد من طعم الصلصة كده ومن طعم البطاطس. وهنغطيها بقى في ورق فويل وهندخلها الفرن لغاية لما تستوي معانا، وهتطلع بالجمال والحلاوة دي كلها. وبألف هنا ليكوا وعلى عيونكوا يا رب. وبكده خلصنا الطريقة معاكوا، طبعا لو عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة، ولو حابين بقى نجرب اي وصفة مع بعض ما تنسوش تكتبولي في التعليقات وان شاء الله هنجربها. وتعالوا كده موريكوا كده الطاجن كده من تحت كده بالبطاطس اللي دايبة كده، شوفوا بسم الله ما شاء الله حاجة جميلة جدا وتستاهل التجربة بجد. يعني حاجة طعم جميل، طعم خيال، طعم من الآخر، طعم زي ما قلتلكوا كده ليس له مثيل. تعالوا بقى كده ما نقدم الطاجن كده مع بعض. هنكون محضرين كده طبق في رز،
كده هنشيل كده من الطاجن ونحط كده فيه بالشكل ده كده، بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده الحاجة دايبة كده بسم الله ما شاء الله عليه. وطبعًا أهم حاجة بقى الوردة بتاعتنا الجميلة دي، طبعًا زي ما قُلت لكم إحنا بنعملها كده بقشر الطماطم، هنقشر الطماطماية كده داير ما يدور، زي ما أنتِ بتقشّري كده البرتقانة، وبعد كده هنلفّها لغاية لمّا تبقى معانا بالشكل الجميل ده كده، وأشوفكم يالّا يا بنات في فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا رب يملى بيوتنا كلّها خير.